سلام اخواتي، نتمنى انكم كامل راكم بخير. الفيديو تاع اليوم راح تكون هاد الحلوى الرائعة جدا. حلوى جافة اقتصادية بمقادير موجودة في كل بيت، والاهم انها سهلة جدا. راح تقطع لكم من 40 حتى الاكثر من 40 حبة. 40 حبة اذا كانت يعني كيما درتهم انا في لي مول تاع السيليكون. اذا درتوهم في دي مول صغار ولا درتوهم كور راح تقطع لكم اكثر من هكا. راح نشوفوا طريقة تحضير هاد الوصفة مع المقادير. راح نحتاجو في هاد الوصفة 3 حبات من البيض تكونوا حجم كبير. إذا كانوا صغار ديروا 4 حبات. راح ندير مبشور تاع ليمون. صدقوني يعني المبشور الليمون يعطي ذوق رائع في هذه الوصفة. لكن اذا ما توفرش عندكم معليش ديروا لافاني ولا ديروا عطر الليمون. لكن هو بالمبشور يجي اروع. هنايا حطيت كأس من السكر الناعم، لانه هنايا راح نخدمو بالفوي فقط، مانيش راح نخدمو بالباتور. راح تخلطوا السكر الناعم هذاك مليح مليح. هنايا باسكو ما غربلتوش دونك اوبليجي لازمني نخلطو مليح. راح نحتاجو كذلك كأس من الزيت. وهنا الكاس ما تشوفوش الكاس تاعي، الكاس تاعي كبير لهذا اللي ديما نقصلو. يعني الكأس العادي تاع 240 مليلتر راح نخدمو به. هنا الزيت نضيف على دفعات ونحرك نخلط مليح مليح حتى ما نعودش نشوف الزيت مفرق على البيض. لازم يكون مخلط معاه مليح. وراح تتحصلوا على واحد الخليط اللي يجي ثقيل. هذاك هو الخليط اللي رانا نحوسو عليه. اذا كان الزيت مفصول عن البيض كي تنحيو الفوي راح يتفصل على البيض. فهنايا من بعد كي تلموا العجينه تاعكم بالفرينه راح تخرج الزيت وراح ما تجيكمش بنفس يعني الطراوه والبسوس كي طيب. راح تجيكم يابسه. ما لازمش تخرج الزيت نتاعها. والمرحله تاع ما تخرجش الزيت نتاعها هنا اللي راح تتحكموا فيها كي تخلطوا الزيت مليح مع البيض. من بعد هنا راح نضيف كاس ونصف من النشاء. كاس وهذا النصف تاع النشاء. راح نضيف كيس كامل من الخميرة الكيميائية وزن 10 غرام. راح نخلط هادو مع بعض ومن بعد راح نضيف الفارينة. بالنسبة للفارين هي 3 كيسان فارينة. راح تضيفوا اولا 2 كيسان الاولين وتخلطوا مليح، حاولوا تعجنوا مليح وتشوفوا. الكاس الثالث راح تحطوه بشوية. قادرين تكملوه كوم قادرين ما تكملوهش. انا بالنسبة ليا كملته كامل. العجينة لازم تتحصلوا على عجينة اللي تكون تتلصق في اليد، مش لازم تكون شايحة خلاص. باش تتحصلوا على هذيك الهشاشة في الحلوى نتاعنا. هنا راني كملت الكاس الثالث كيما شفتوا. صايي دوك تشوفوا العجينة تبقى تتلصق، شوفوا اي تتلصق في اليد. هذه هي العجينة رانا نحوسوا عليها. هنا شوفوا اي مول تاع سيليكون اللي يكون فيه ثقب ولا فيه حاجة باش تقدروا تحطوا من بعد لا كونفيتور في النص. انا استعملت هذا. وكذلك استعملت نوع واحد اخر. ودرت لكم يعني طريقه اللي ما عندهمش لي مول تاع السيليكون ولا حاجه. خي دائما انا كي ندير اي موديل نديرو بلي مول ونديرو بلا لي مول باش هكا اللي ما عندهمش يقدروا كذلك يديروا الوصفه. استعمل تقدروا ديروا كور وديروا ثقب في الوسط كوم تقدروا ديروا نوع واحد اخر دوك نوريه لكم. هنا ما تحاولوا ما انا عمرتهم شويه. نتوما حاولوا تنقصوا اكثر من هكا لانه فيها الخميره الكيميائيه وراح تزيد تخمر. دونك نقصوا العجينه على هاد الكميه شويه. وزدت درت استعملت لومول هذا. من بعد كي تحبوا تحطوهم في الفرن لازم تحطوهم بهذه الطريقه. هذه الطريقه الصحيحه اللي طيبوا فيها بليمول تاع السيليكون البنات، ومشي تحطوه بالعكس. راح يجي حمر من مليح ويجي متحوف ما يجيش محروق. هذه النوع الثالث اللي درتو. هادو لي زومبورط بياس راهم كي يتباعوا ولا تشريو الاخرين اللي عندهم تاع النحاس هذوك. وفقط هكا ترسموا بها وديروا ثقب هكا بالاصبع نتاعكم فقط. والباقي كملتهم كوار كيما راكم تشوفوا، يعني تقدروا ديروا هك ولا هكا.
هنا بعد ما طابو شوفوا كيفاه يجيو من الفوق، راح يجيو واحد الاحمرار باهي، ما يجيش محروق كيما كي تقلبوا المول من هيه. اذا شفتوها مثلا كي ديموليتوهم هكا، انا دي فوا نديموليهم نلقاهم مازالوا شويه بيض، نخليهم كيما هاك فوق البلاطو، نشعل لهم الفوق يزيدوا يتحمروا. لكن هنا اللون تاعهم جا يعني هايل، جاي هكا يعني موش حمر بزاف وموش بيض خلاص. عجبني اللون هذا. دائما انا ودرت ديجا في اللايف تاع واحد الحلوى درتها لكم في اللايف، وفهمتكم على لي مول تاع السيليكون، طريقة الطهو نتاعها هذه هي الطريقة الصحيحة. هنا راح نخليهم يبردوا ونروحوا نشوفوا التزيين كيفاش راح يكون. هنا انا جبت كميه من الكونفيتور، درت لها ماء الزهر، لازم تخففوها بماء الزهر كي تروح دود، وراح تخدموا بالبانسو. وراح ندير على لي كوطي كامل نتاع الحلوى، وندخلها في لانوا كوكو. جوز الهند كي ديروه يعني بيض هكاك يوالم بزاف، مع كي ديروا لا كونفيتور ديروها في الغوج. لا كونفيتور اللي درتها انا باش تجمد معايا من الفوق وتجي يعني مليحه، ما تجيش تسيح وما تشربهاش الحلوى نتاعي. ندير لها زوج ملاعق من الكونفيتور، وندير لها ملعقه من الجلوكوز، نحطها فوق باماغي ولا في الميكرووند، ونخلط مليح، وندير لها ملون احمر وذوق الفراوله. نخلط مليح مليح حتى يتجانس الجلوكوز مع الكونفيتور. من بعد راح نتحصل على هذه النتيجه. راح تحطيه تخليه يبرد، راح يولي هايل هايل بالبزاف صدقوني. مام الذوق عطاه ذوق رائع مع نوى كوكو. بالنسبه للموديل هذا، تحبوا ما ديروش الكونفيتور على لي كوتي ولا نوى كوكو، تخليوه سامبل وتحطوا له فقط هاد لا كونفيتور، تحاولوا تمشيوها مليح، او انكم ديروا له لا كونفيتور ونوى كوكو على لي كوتي. هنا نتوما عندكم الاختيار حسب لي مول تاعكم، حسب الشكل اللي عندكم، والا ما عندكمش خلاص اني درت لكم هذوك لي موديل اللي بلا لي مول. بعد ما كملتهم كامل زينتهم، كانت طابت هاد الحلوى البلاطو الثاني، لصقتهم ودرت لهم لا كونفيتور، وهذه هي النتيجة النهائية للحلوى نتاعنا. حلوى جد رائعة، مقادير جد بسيطة، ودرت لكم عدة أشكال بمول السيليكون أو من غير مول السيليكون. راح تشوفوا كي راح نقص الحبة تجي تدوب في الفم، وتناغم في الذوق بين لانوات كوكو لا كونفيتور. هايلة هايلة بزاف. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه وتنال اعجابكم. كما قلت لكم انا هنايا بهاد لي مول اللي درت وهاد لي موديل اللي درتهم كامل خرجت لي 40 حبه. اذا هادو شويه يعني هادو تاع القوارب هادو جايين شويه كبار، اذا درتو يعني بحاجه اصغر راح تقطع لكم اكثر من هكا يعني كميه. هذه هي الحلوى، شوفوا كيفاش تجي مبسه. نتمنى انكم تجربوها. سلامي اليكم جميعا، نتلاقاو في وصفات اخرى والى اللقاء.